تعالى اقولك ازاي تعملي احلى صينيه مسقعه باللحمه المفرومه. ملهاش وصف، تحفه، هتاكلي ب30 جنيه عيش معاها. تعالى اقولك اعمليها ازاي. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده بقى هعمل، طبعا الصينيه واضحه، هعمل مسقعه بس هعملها باللحمه المفرومه. جبت هنا ربع كيلو لحمه مفرومه، وجبت طماطم وقطعت البطاطس والبتنجان والفلفل، وعندي فصين توم والفلفل. اول حاجه سخنت الطاسه وهنزل بالبطاطس حمر البطاطس. عقبال ما البطاطس تتحمر هعمل تسبيكة المسقعة. جبت صينية وهبشر فصين توم، احط عليهم شوية زيت وارفعهم على النار. هجيب الخلاط واحط فيه طماطم هحط بقى التسبيكة، كمون، فلفل اسود، شوية ملح، هنا كده التومة بدأت تحمر معايا. هنزل بشوية خل، معلقتين صلصة علشان التسبيكة تبقى حمرا، هنزل بقى بصوص الطماطم اللي انا عاملاه. واولعها واوطي عليها عقبال ما الحاجه بتاعتي تستوي تتحمر. دلوقتي هعصج اللحمه علشان هعمل مسقعه باللحمه المفرومه. هبتدي ان انا ابشر البصلايه. بشرت بصلايه، احط عليها معلقه سمنه وارفعها على النار. حطيت ورق لوري وملح وفلفل وهقعد اشوح فيها كده لحد ما تستوي. البطاطس خلاص اتحمرت، هبتدي ان انا اطلعها. وانزل بقى بالبتنجان. احط البتنجان بالشكل ده. دلوقتي هنزل باللحمه اللي انا عصقتها في التسبيكه ديت، وكلي بقى احلى صينيه مسقعه باللحمه المفرومه. تتسبك برضو مع الطماطم، هيبقى ليها شكل وطعم جميل جدا وهيضاعف حجمها. عايزه اقولك الثوم والبصل اصلا في اي اكله بيخلوا الاكل طعمه تحفه. اللي ما جربتش المسقعه باللحمه المفرومه فايتها كتير جدا، متغيره تماما عن المسقعه. بس طبعا البتنجان لسه ما وصلش للدرجه اللي انا عايزاه، انا بحب احمره قوي عشان يبقى غامق معاكي في المسقعه. وهنا التسبيكه بتاعتنا. بصوا اللحمه والبصل عاملين شغل جامد جدا.
هبتدي بقى اطلع البتنجان اللي اتحمر. احط بقى الفلفل، ولازم اكون مخرمه الفلفل عشان ما يفرقعش في وشنا. كده التسبيكه اتسبكت باللحمه. هبتدي بقى، انا حمرت هنا طبق بتنجان وفلفل وهنا البطاطس. هبتدي بقى ارص البتنجان في الصينيه كده. هي العين بتاكل قبل البق طبعا، الحاجه لو شكلها حلو انت هتاكليها بنفس. تمام. نرصها بالشكل الجميل ده. عايزه اقولك ريحتها ملهاش وصف، ريحتها تحفه. حطيت كده اول حاجه رصه بتنجان، وبعد كده هرش بقى البطاطس كده. طبعا البطاطس ما قرمشتهاش قوي ومقطعاها تخين شويه علشان تستحمل التسبيكه، لان الطماطم هتخليها دايبه قوي، فلو رفيعه هتلاقيها اتهرت منك في الصلصه وما شفتيهاش. فشرط اساسي ان هي تكون متقطعه تخين، هي والبتنجان. تمام كده رصيتها بالشكل الجميل ده، ولازم اغرقها طبعا في الصلصه واللحمه عشان يشربوا من بعض. بعد كده بقى ارص بقى الفلفل. انا بحبها بقى ناشفه خالص من الصلصه، فبحب احطها تحت الشوايه سنه كده. هحطها بقى تحت الشوايه واوريكم شكلها يبقى عامل ازاي في النهايه. وبكده اكون خلصت معاكم صينيه المسقعه باللحمه المفرومه. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يوصل